بس السر هنا في إننا نقدر نعدّي من الظروف دي هو الرضا، إن إحنا نرضى عشان نقدر نعدّي، عشان نقدر نكمّل، نرضى بأقدارنا ونفهم إن ربنا دايمًا عنده حكمة في كل حاجة بتحصل، وكل رزق له وقته، ومع الرضا اللي جواك تقدر تتحرك وتسعى لتغيير الظروف دي قدر الإمكان، تسعى وتجتهد. يعني باختصار وجود الرضا في قلبك هيساعدك لتحقيق هدفك. طيب السؤال الأهم، إيه اللي هيحصل لو شِلت الرضا من جواك؟ أول حاجة هتحسّها هي القلق، هتلاقي نَفْسك دايمًا مش مرتاح، دايمًا في حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وهتفضل تسأل نَفْسك ليه؟ ليه أنا؟ ليه مش زي فُلان؟ ليه مش زي صاحبي كذا؟ ولو كانت حاجات صغيّرة أنت بتفكّر فيها هتلاقي نَفْسك بتكبّرها يوم بعد يوم، وبدل ما تواجه المواقف دي بقوة هتلاقيها بتكسّر فيك. تاني حاجة هتفقد السكينة، الرضا بيدّي قلبك راحة، بيخلّيك قادر تتقبّل الظروف زي ما هي.